بجد أنا مش مصدّقة إنِّك لسه بتشتريه، بعد الطريقة دي عمرِك ما هتجيبيه تاني من برّه، لإن النهارده هاخلّيكِ تعمليه في الصينية دفعة واحدة من غير لا تعب ولا مجهود، وكمان مقادير اقتصادية زي ما اتعودنا مع بعض، المنين بالعجوة أو صوابع العجوة اللي بتتباع في الأفران، هتعمليها بكل سهولة في البيت ومقادير سهلة جدًا وبسيطة من غير تعقيدات ولا أي حاجة، ريحته قالبة الدنيا وطعمه في منتهى الجمال، شايفين عامل إزاي؟ إيه رأيكم في الجمال والطعامة دي؟ يلا بقى بسرعة عايزة لايكات كتير للفيديو ده ويلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق، هضيف عليهم معلقتين سكر أو 3 على حسب ما انت بتحبي التحلية. تمام، أنا ضفت معلقتين من السكر، حابة انت تخليهم 3 مفيش مشكلة، معلقة كبيرة كده من الخميرة يعني باكت خميرة ورشة من الملح، الكلام ده كله بقى بقلبه مع بعضه بالشكل ده، وكده المواد الجافة كلها خلصت. فاضل معايا بس حاجتين، أول حاجة كوباية بقى خليط بين السمنة والزيت، يعني نصها سمنة ونصها زيت، حباها كلها زيت ماشي، حباها كلها سمنة ماشي، بس جربوا الميكس ده على بعضه، الزيت على السمنة بيعمل طعم حلو قوي وتركيبة حلوة كده للعجينة. تمام كده؟ تمام، بس كده هاعمل إيه بقى، هاخد الكلام ده كله أبِثّه كويس جدًا، لو ما عندكيش عجّان هتبِثّيه على إيديكِ لحد ما تخلّي الدقيق الأبيض ده كله اختفى وما فيش ولا ذرّة كده من الدقيق الأبيض ما عليهاش السمنة والزيت اللي إحنا حطيناهم، تمام؟ تمام، هتعمليهم إزاي، على راحة إيدِك كده وتفضلي تفرُكي فيهم، تفرُكي فيهم لحد ما تغلّفي الدقيق كله بالسمنة. بعد كده بتجيبي كوباية إلا ربع من المَيّة، حبّاها حليب تمام ما فيش مشكلة بس يكون دافي، وتبدئي تنزلي واحدة، واحدة بالشكل ده لحد ما العجينة تلِم معاكِ. أخدت الكوباية إلا ربع تمام، أخدت نُص كوباية تمام، على حسب ما تاخد منِّك. تمام، هي معايا خدت كوباية إلا ربع والعجينة بُصّوا مش عايزاكم تبالغوا في العجن، يا دوب بس تتلَم وبعد كده تغطّوها وتسيبوها تخمر ساعة، بعد التخمير بقى ده شكلها، أخرّجها كده من البولة وابتدي بقى إيه، أضبّط الشغل بتاعي، هاضبّط الشغل بتاعي إزاي، هامسك بقى قطع من العجينة بالشكل ده أقطّعها على هيئة صوابع، عشان وأنا شغّالة العجينة تبقى مرتاحة معايا وأنا كمان أعرف أشتغل، شايفين أهو بالشكل ده. وبعد كده جبت العجوة، ربع كيلو من العجوة، حطيت عليه معلقتين كبار من السمنة على البارد مش على النار، عجنتها كويس جدًا، وبعد كده شكلتها برضه صوابع عشان تسهّل عليَّ الشغل. بعد كده أجيب بقى قطعة من العجينة وآخد الصوابع اللي أنا عملتها، شايفين بقى تضبيط الشغل مهم إزاي، وبعد كده أحطها بالشكل ده وأقفّلها، وبعد كده أفضل أفرد فيها رول، وطبعًا العجوة هتفرد معايا جوّه مع العجينة، تمام، شايفين إزاي؟ لحد ما أكبّر الرول ده، لإن طبعًا لسه هيخمر قبل الفرن، ولمّا هيدخل الفرن كمان هيعلى، فمش عايزين الصوابع تبقى تخينة كده ومقلوظة، لأ إحنا عايزينها تبقى مضبوطة زي بتاعة الأفران. وهاجيب الصاج أو الصينية بالشكل ده، وأبدأ أحطها زي ما أنتم شايفين بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، أرصّها والصينية تكون مدهونة دهنة خفيفة كده من الزيت أو السمنة. تمام، سهلة ما فيهاش أي حاجة، مش هياخد منِّك التشكيل 5 دقايق بالطريقة دي، بدل بقى ما تقعدي ترُلّي وتقطّعي وتعملي، إحنا هنقطّعه كلّه دفعة واحدة في الصينية من غير تعب ولا مجهود، شايفين أنا باعمل فيها إيه، بابرمها كده وفي نفس الوقت العجوة كمان بتتبرم وبتكبر معايا، وعلى حسب بقى بتحبي الحشو ياما زوّدي الصوابع بتاعة العجوة، بتحبي الحشو خفيف قلّلي، خلّي صوابع العجوة رفيّعة، براحتك خالص زي ما أنتِ حابة. بعد ما باخلّص برضه باحطها في الصينية، طبعًا بين كل واحدة والتانية مسافة عشان لمّا يخمروا هتعلى منِّك شوية وهتكبر شوية ويبقوا إيه، ما يلزقوش في بعض. بعد ما باخلّص الكمية كلّها باغطّيها بفوطة مطبخ نضيفة واسيبها 10 دقايق، في الوقت ده باكون سخّنت الفرن على درجة حرارة 180 تمام، اللي هي بنسوّي عليها الكيكة. بعد بقى ما اختمرت معايا بالشكل ده، باجيب بقى قطّاعة أو سكينة وابتدي أقطّع بالطريقة اللي تعجبِك، أنا هنا باساوي الأطراف، وده كده هيبقى معايا منين اللي هو المنين الصغير بالعجوة، وبعد كده باقطّع الباقي صوابع بالشكل ده، يبقى أنا بقى عندي منين وعندي صوابع، كل ده من نُص كيلو دقيق وبطريقة ما فيش أسهل منها، ما خدتش معايا وقت خالص، خالص، شايفين؟
بس كده قطّعي بقى الصوابع على الحجم اللي أنتِ عاوزاه، جِبت بقى شوية من النسكافيه على شوية حليب وبدأت أدهن الوش بالشكل ده عشان هارُشّه بالسمسم، طَب أنتِ حابّاه سادة مش هترُشّي سمسم ولا أي حاجة ولا تدهني ولا توجعي دماغِك، دخّليه الفرن على كده وبرضه هياخد لون وهيبقى شكله حلو، الغرض هنا من الدهان إن السمسم يلزق في العجينة بتاعتنا، تمام كده؟ خلّصتِ الكمية بقى هادخّله الفرن زي ما قُلت لكم على درجة حرارة 180 باحطه في الرف الوسطاني باشغّل من تحت بس لحد ما يستوي وياخد لون، باشغّل عليه الشواية ياخد لون من فوق، أول ما بيخرج من الفرن باعيد على تقطيعه وباسيبه في الصينية ما باحرّكوش لحد ما يبرد خالص، وده شكله بُصّوا جميل جدًا، جدًا، طعمه في منتهى الجمال وهَش كده وريحته قالبة الدنيا، والله يا جماعة شغّلوا الفرن كده ودفّوا بيتكم طبعًا أحلى وأوفر وأنضف بكتير من برّه، بُصّوا الجمال والطعامة. دايمًا باعمل لكم الحاجات السهلة السريعة اللي مش هتاخد معاكم وقت وإن شاء الله تنجح معاكم من أول مرّة. لو عجبكم الفيديو بقى عايزاكم تشجعوني بلايكات كتير وبس كده.